السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعيني من كل مكان. بتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة وصفتنا بسيطة جدا جدا وسهلة. هعمل معاكم خبز البيضة التركي. هو خبز سهل جدا واقتصادي وقوامه هش وخفيف كده زي القطن، وكمان بدون بيض وبدون زبدة، يعني مكوناته متوفرة في كل بيت. والاهم من ده كله ان هو مفهوش عجن بقى ولا لت ولا مجهود. يعني انا هعمله معاكم من غير ما احط ايديا فيه خالص، يعني مش هعجنه بايديا خالص. هستخدم بس المعلقة كده، وزي ما انتوا شايفين قوامه، بوريكم قوامه عامل ازاي. ينفع معانا بقى في الفطار وفي العشاء، واحنا كمان داخلين على رمضان، كل عام وانتم بخير، اللهم بلغنا رمضان. ينفع بقى معانا كده في السحور مع جبنة بيضة وكوباية شاي. اتمنى الوصفة تعجبكم. يلا بقى نشوف المقادير ونشوف الطريقة على طول. معايا اول مكون وهو الحليب. هستخدم في الوصفة دي 1.5 كوباية من الحليب الدافي، وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة من السكر، سكر عادي الابيض الحبيبات، وكمان معايا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. المكونات يا جماعة والمقادير هسيبها لكم كلها في صندوق الوصف. هقلب بقى السكر والخميرة مع الحليب بتاعنا. طبعا زي ما قلت لكم الحليب لازم يكون دافي علشان الخميرة بتاعتي تشتغل. بالويسك بتاعي بقى هقلب السكر كده لحد ما يدوب. وبعد كده انا قلت لكم ان انا مش هستخدم بيض، تمام؟ الوصفه الاساسيه ما فيهاش بيض، بس انا هحط بيض على صفار. هستخدم صفاره البيضه دي في دهن الوش بتاعنا بتاع الخبز، فانا بالمره قلت استخدم بقى البياض بتاعها، تمام؟ لكن هي ممكن تستغني عنها لو مش هتدهني الوجه بالصفار، تمام؟ الوصفه الاصليه ما فيهاش بيض خالص. بعد كده هنزل على طول بمعلقة صغيرة كده من الملح او رشة بسيطة من الملح، ونص كوباية من المية الدافية، وربع كوباية من الزيت، زيت الطعام العادي، ربع كوباية حوالي 60 ملي. وبرضو هقلب كده المكونات اللي انا ضفتها ده مع الحليب والخميرة والسكر اللي انا ضفتهم في الاول. زي ما انتوا شايفين مكوناتنا بسيطة وسهلة متوفرة في كل بيت. هي دي يا جماعة المكونات. ناقص معايا بقى الدقيق، هضيفه دلوقتي. دول 500 جرام من الدقيق، يعني نص كيلو او 4 كوبايات من الكوباية اللي انا استخدمتها في الحليب وفي المية وفي بقية المكونات اللي هي ساعتها 200 ملي، او المج بتاع الشاي اللي هو متوفر عندنا في كل البيوت، تمام؟ انا هبتدي انزل بالدقيق بتاعي كده بالتدريج شويه بشويه. وزي ما قلت لكم ان انا مش هعجنها خالص، يعني العجينه دي انا مش هحط فيها ايديا خالص، يعني مش ما فيهاش بقى لت وعجن. زي ما انتوا شايفين كده انا قلبت بالويسك بتاعي لحد ما العجينه ابتدت تتقل معايا. هستخدم بقى معلقه او سباتيولا او اي حاجه عندك ممكن تستخدميها، يعني سباتيولا، معلقه خشب او اي حاجه. بتبتدي بقى تقلبي كل الدقيق مع المكونات السائلة اللي ضفناها في الاول لحد ما كل العجينة بتاعتنا تختلط وتمتزج مع بعض. عايزين نحصل على عجينة متماسكة زي ما هتشوفوها كده، بس هي هتكون بتلزق طبعا، يعني لينة جدا هي زي ما انتوا شايفين وبتلزق. ما تخافوش وما تقلقوش، هو ده قوام العجينة المظبوطة. شايفين بتلزق ازاي؟ هو ده يا جماعة القوام المظبوط لخبز البيضة التركي، تمام؟ اول ما بنوصل للمرحله دي من العجينه بتاعتنا اتلمت كده او عرفنا نكورها، بمسحها كده من فوق بمسحه بسيطه من الزيت، او لو عندك البخاخ بتاع الزيت بتعملي كده بخيتين عليها علشان ما تلزقش لما نسيبها ترتاح وتختمر دلوقتي. بس الاول كده هغطيها بورقه كده من الزبده علشان العجينه بتاعتي ما تلزقش في الفوطه، وبعدين هغطيها بفوطه وهسيبها بقى في مكان دافي لحد ما تختمر وحجمها يتضاعف، يعني حوالي ساعه. هنا كان فات عليها بقى ساعة. العجينة ما شاء الله حجمها اتضاعف، عجينة ممتازة جدا جدا. هنبتدي بقى ان احنا نقسم العجينة دي لنصين متساويين. انا هعمل رغيفين من الخبز التركي او خبز البيضة التركي. لو حابة تعملي رغيف واحد بس ممكن تقسمي المقادير دي، يعني تعملي نص المقادير اللي انا قلتها لك، تمام؟ بعد كده ما قسمناهم الاتنين هنبتدي بقى نرش كده رشة من الدقيق على السطح اللي هنشتغل عليه. طبعا لازم نرش دقيق لان العجينة بتاعتنا زي ما احنا عارفين اهي بتلزق، هي عجينة لينة وبتلزق،
فلازم نستخدم الدقيق معانا على طول، في ايدينا دقيق وزيت. هقول لكم دلوقتي الزيت هنستخدمه امتى واحنا بنشكل العجينه في الصينيه بتاعتنا. هنستخدم زيت دلوقتي الاول كده علشان نبتدي نكورها ونحصل على كوره يعني لكل رغيف. لازم كده نستخدم الزيت معانا زي ما انتوا شايفين كده. برش رشه بسيطه كده من الدقيق على السطح اللي هشتغل عليه، وايديا طبعا بيكون فيها دقيق. وببتدي كده ان انا الم العجينه بتاعتي واعمل منها كوره. نضفت بقى السطح بتاعي وجبت الصينيه اللي انا هسوي فيها الخبز ده. الصينيه دي مقاس 30 كبيره، وفرشتها اول حاجه مسحتها بمسحه بسيطه من الزيت، وفرشتها بورق زبده، وبرده مسحتها بمسحه بسيطه من الزيت على ورق الزبده برده، عشان اضمن يعني ان الخبز ما يلزقش في ورق الزبده. وببتدي بقى ان انا افرد العجينه بتاعتي دي بالراحه جدا من على الاطراف، مش بضغط خالص يعني جامد، على النص من الاطراف كده. وببتدي افرده، بيكون سمكها عالي شويه مش رفيعه يعني. تمام زي ما انتوا شايفين بقى الخطوه دي باطراف صوابعي كده، ومن الاطراف بعمل الشكل اللي انتوا شايفينه كده. اتمنى يكون الصوره واضحه قدامكم. بعد كده برضو باطراف صوابعي بعمل خطوط كده بالعرض. انا كنت ببل ايديا بالزيت علشان اعرف اعمل الخطوط دي وتكون واضحه وظاهره معايا. ببل كده اطراف صوابعي بالزيت وبعمل خطوط كده بالعرض، وبعدين بلف الصينيه وبعمل خطوط تانية. لو مش حابه تستخدمي ايديكي ممكن تعملي بظهر معلقه او شوكه او اي حاجه، بس هي الوصفه الاساسيه بتتعمل كده. تمام كده عملت اول صينيه. تيجي بقى نعمل الصينيه التانية برضو مقاس 30. هنعمل نفس الخطوات، مسحتها بمسحه بسيطه من الزيت وبعدين ورق الزبده، وهبتدي كده ان انا افرد الرغيف بالراحه وباطراف صوابعي، هعمل بقى خطوط بالطول، وبعدين هلف الصينيه واعمل خطوط بالعرض عشان نحصل على الشكل الجميل قوي ده ما شاء الله. دي بقى صفار البيضه اللي كانت معايا، ضفت عليها معلقه من الحليب، وهبتدي ان انا ادهن بيها وش الخبز بتاعي وبالراحه كده وانا بدهنه عشان ما نخرجش الهواء اللي فيه ويفضل محتفظ باللون الجميل بتاعه ده. هبتدي بقى ان انا ازينه. معايا هنا حبه البركه وسمسم، هنبتدي كده نزين بيهم. ممكن نستخدم حاجه واحده بس، وبعدين هسيبه بعد كده 10 دقايق يرتاح قبل ما ادخله الفرن. الفرن بتاعي طبعا هيكون ساخن مسبقا على درجه حراره 200. هياخد حوالي 20 دقيقه. ولو الوش بتاعه لسه ما اتحمرش ممكن نفتح له الشوايه. هنا بقى انا دهنته كده بمسحه بسيطه جدا من الزبده. طبعا الخطوه دي اختياري، ممكن نستغنى عنها خالص، لكنها بتفرق في الطعم. يعني بتخلي الخبز كله اكن انا عجناه كله بالزبده، وكمان بتديله لمعه جميله قوي زي ما احنا شايفين كده. بصوا كمان شكله من تحت عامل ازاي ما شاء الله، مستوي جميل جدا. التسويه مظبوطه، قوامه هش كده وزي القطن وخفيف جدا يعني، وانا شايلاه في ايدي بصراحه يعني هش كده زي القطن بالظبط. طبعا طعمه كان ولا اروع، مع حته جبنه كده بيضه وكوبايه شاي بحليب، يعني مش عايزين حاجه تاني. يعني ينفع معانا بقى في الفطار وفي العشاء، وكمان احنا داخلين على رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ينفع معانا قوي في السحور. شايفين شكله ولونه بصراحه حلو جدا جدا جدا. اتمنى الوصفه بتاعت النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك وشير، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل جرس التنبيهات عشان دايما يوصلكم مني اشعارات بكل الفيديوهات الجديده اول باول. واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.